قد تكون الفرصة الأخيرة. شوبير يكشف مصير فيريرا مع الزمالك قبل موقعة الترجي الحاسمة. هنقول التفاصيل، رجاء من فضلك شارك الفيديو. كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك في ظل المستوى الغير مرضي الذي يقدمه الفريق الأبيض حاليا. وتحدث أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه مع شوبير، حيث قال: ما يدور داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي هو الحديث عن مواجهة الترجي التونسي وكيفية تحقيق الفوز بأي طريقة. وأضاف: الجميع يعلم صعوبة موقف الفريق في المجموعة وليس الحديث عن موقف فيريرا ومصيره. ووصل شوبير: بالطبع فيريرا سينظر إلى مباراة الترجي التونسي مثلنا وينتظر النتيجة ويتم تحديد مصيره بعدها من قبل مجلس الإدارة بشكل نهائي في ظل النتائج السيئة التي يحققها الفريق حاليا. واختتم حديثه: الزمالك لديه العديد من المباريات الصعبة بداية من مواجهة الترجي التونسي بعد غدا الثلاثاء، ومن ثم إنبي في بطولة الدوري المصري على استاد القاهرة، بعدها يواجه شباب بلوزداد ويختتمها أمام المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ولكن ماذا عن حقيقة انتقال رامي ربيعة إلى نادي الزمالك؟ حيث أثار ملف رحيل رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي جدلا كبيرا بالآونة الأخيرة في ظل قلة مشاركته رفقة القلعة الحمراء، وأيضا وجود أخطاء جسيمة بالدقائق التي يلعبها. وأوضحت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي ترددت بالآونة الأخيرة بشأن وجود مفاوضات مع الزمالك لضم رامي ربيعة بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وينتهي تعاقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ولم يقم اللاعب بالتوقيع على عقد جديد حتى الآن، ويحق له الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل. وكشفت التقارير بأن الزمالك لن يتدخل في مفاوضاته مع رامي ربيعة من أجل ضمه في الانتقالات الصيفية كما تردد مؤخرا. وأشارت أيضا إلى أن مدافع القلعة الحمراء تم عرضه على الزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، ولكن لم يتم مناقشة فكرة ضم اللاعب بالأساس. وتعادل النادي الزمالك مع فريق بيراميدز مساء الجمعة سلبيا في لقاء أقيم بالجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، ويستعد الفريق الأبيض لملاقاة نظيره الترجي التونسي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. شكرا لحضراتكم.